قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. احلام بالصدمة؟ ايه ده؟ يلا ادخلي شوف. ده جايب لي اختبار حمل ليه؟ روحي بس جرب. وانا هدخل اجربه ده ليه هو كمان؟ احنا لسه متجوزين ما كملناش شهرين. جربي بس مش هتخسري حاجة. فرحت احلام وهي مش مصدقة، وبعد شوية خرج. ايه ده؟ انا طلعت حامل. الف مبروك يا روحي، ربنا يحفظك يا رب ويجعله ذرية صالحة لينا. انت هتبقى اب يا ادم. انا مبسوط قوي يا احلام، حاسس ان انا مش قادر اعبر. انا عشت فترة كبيرة قوي لوحدي، بقى ليا عيلة وابني جاي في السكة. انا هعمل لك عيلة كبيرة قوي وهتفرح بيها العمر كله. هجيب لك عيال كتيرة قوي قد كلامك ده، قد مرة ونص كمان. ادم حضنها وهو فرحان وشكر ربنا في سر. وفي البيت عند حازم رجع بعد كام ساعة وغير هدومه قبل ما يروح في الأوضة التانية. رهام حازم ما ردش عليها فمسكت ايده قبل ما يمشي وفضلت تعيط. حازم انا اسف. حازم بهدوء سحب ايده منها فهي حضنته من ظهر وفضلت تعيط اكتر بصوت عالي، فسحبها على حضنه وقال لها خلاص ايه، انا اللي اسف. صدقني انا مش كارهاك تقرب مني، انا بحبك يا حازم، بس انا مش طايقه نفسي وعاوزه اعيط كتير، وكمان مش متحمله اسلم على البنات حد، مش شرط انت. حتى الاكل انا مش طايقه ريحته وحاسه ان بطني وجعني طول الوقت، مش عارفه اعبر. انا يومها عيطت لاني تعبانه ومش عارفه ليه. حتى البرفيوم بتاعك كله انا اللي رميته، مش عارفه انت بتحط الريحه المعفنه دي ازاي يا شيخ وبتقوليها كده عادي؟ ريهام هزت راسها بدموع. حازم انا بجد مش عارفه انا مالي. حازم وهو بيضحك ممكن مثلا علشان حامل. مين دي اللي حامل؟ انتي يا قلبي حامل، دي كلها اعراض حمل، ولو كنتي قلتيلي من الاول كنت هقولك انك حامل. انتي ازاي ما عرفتيش؟ طب وايه اللي دخل الحمل في اني مش طايقاه ولا عايزه ابص في وشك؟ يا سلام، مش طايقاني؟ بصراحه يا حازم مش طايقاه. اكيد علشان الجزمه اللي في بطنك غيران عليكي مني. بجد؟ ايوه بجد. انا اسف يا روح، انا ما قدرتش وما فهمتش حالي، بس غصب عني ما تحملتش رفضك ليا. انت ملكاش ذنب يا حبيبي. بكره بقى نروح نكشف ونطمن على البيبي القمر ان شاء الله يا حبيبي. بعد 8 سنين احلام وهي بتحضن ادم بفرحه. نجحتي يا ادم، نجحت. انتي تستاهلي يا روح، انتي اشطر واحده انا شفتها. وبسها من راسها، هي خلاص نجحت في رسالة الدكتوراه. عودي بهدوء ألف مبروك يا ماما. حازم بابتسامة ألف مبروك يا ماما، الله يبارك فيكوا يا حبايبي. أحلام خلفت عودي وحازم. عودي عنده 7 سنين وحازم 4 سنين، وحياة اللي كان لسه عندها سنة. علشان اليوم الحلو ده هنعمل حفل ونعزم الكل. عودي بهدوء تمام عن إذنكم، أنا طالع أوضة. وسابهم ومشي. بارد ما شاء الله عليك زي ابوك بالظبط. بابا بابا بابا. ايه يا حبيبي؟ يلا نكلم عمو حازم ونكلم تلين علشان نعزمها. فرحان انت علشان تلين. هو محدش يفرح لما يشوف القمر ده؟ احلام بالصدمة. قمر؟ فضحك ادم اوي. عندك حق، تعالى نكلم القمر. حياة وهي بتشاور لادم. بابا بابا عيون بابا. نن 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 عايزة تيجي معايا يا صغنن؟ وشالها وخدها وخرج. بالليل الكل اتجمع، حازم ورهام وولاد. آدم اللي كان في سن عدي، وتالين اللي في سن حازم، ويوسف وميس، وأطفالهم حنين وآسر، وأحمد ودينا، وطفلتهم تلا اللي كان عندها 6 سنين، وسليم اللي كان 5. دينا وهي فرحانة. مبروك على النجاح يا حبيبتي، الله يبارك فيكي يا روحي. مبروك النجاح يا قلبي، الله يبارك فيك يا ابو حميد. تلا بابتسامة ألف مبروك يا خالد، حبيبة خالد. سليم بملل. اوف بقى، مش هتفوتوها سيرة ولا ايه؟ خلاص انا عايزة اسلم على خالتي. سليم اسف يا بابي. ضحكت احلام بابتسام. حبيب خالد، تعالى يا روحي وحشتيني قد الدنيا. وانتي كمان وحشتيني اوي يا خالد. وبعد ما الكل بارك لها قعدوا يحتفلوا مع بعض، وسمعوا صوت تلا اللي كانت بتعيط. أحمد باستغراب. تلا مالك يا حبيبتي؟ بصلها عدي ببرود.
وقبل ما يمشي ندهت عليه: عودي. بص آدم لابنه باستغراب، هو مستحيل إن هو يضرب بنت. في إيه يا حبيبتي؟ عم أحمد، أنا طلبت من بنتك أكتر من مرة تغير لبسها ده وهي مش بتسمع الكلام. كم مرة أضرب صحابي في المدرسة بسبب وبقيت زي البلطجي علشان خاطر، وانتي برضو بتعملي اللي في دماغي. غير برضو وقفتها مع زميلنا أسامة اللي في المدرسة، ما كلمتكيش أنا عن الموضوع ده وانتي فضلتي برضو زي ما انت. خلاص أنا ما كنتش هقولك ولا أي حاجة لأني مش فاضية أسوق صورتي قدام زمايلي. أحمد وآدم بصوا لبعض بصدمة، وأحلام ما قدرتش تنطق ولا كلمة، تلا بدموع: بابا هو ده اللبس اللي ماما بتلبسهون، ولما حد من زمايلي في المدرسة بيقولي لبسك شكله حلو عليكي عدي بيتنرفز وبيضرب الولاد كلها هناك. وبعدين يا بابي أسامة دون المدرسة هي اللي مدخلة في مجموعتي، وأنا مش عارفة ليه عدي مش راضي يكلمني. خلاص يا روحي ما تزعليش نفسك، آدم بحب أنا هخليه يتأسفلك بنفسه. عدي: نعم يا بابي. تعالى هنا، انت ازاي تخلي تلات عيط وازاي تتحكم فيها كده؟ عدي بعصبية مكتومة: على فكرة اللي عملته ده علشان خايف عليها، وهي تفرق في ايه عن تالين وحنين؟ انا لما بتكلم معاهم هما بيغيروا لبسهم وما بيكلموش ولاد في المدرسة واصحابهم بنات وبس، اما انا هي ازاي؟ عدي: انا اسف يا بابي لو احرجت، بس انا بعتبرهم اخواتي وانا ما عملتش حاجة علشان اتأسف عليها. ولا ايه يا عم أحمد؟ أحمد بإعجاب من شخصيته اللي شبه باباه، وأنا مبسوط بيه علشان راجل وبتخاف على اخواتك الصغيرين. ده وجد. أنا آسف مرة تانية يا بابا. وطلع على أوضته. ريهام بالصدمة، وأنا أقول كل ما أجي ألبس البت تعيط ليه وتقولي اللبس مش حلو، يطلع الشبر ونص ده هو اللي ممشيهم. بجد يا جماعة أنا مش عارفة أقولكوا إيه، الولد ده أنا مش عارفة هو طالع لمين. الكل بصله: لا يا شيخ. طب لو ما كانش ابو ادم الحديدي كنت تقولي ايه؟ يو بقى يا جماعة، اعمل ايه حظي كده؟ انا هحاول اتكلم معاه وافهمه، هو فعلا واخد شخصيتي، بس انا ما كنتش كده وانا في سن. الكل فضل يضحك، وبعد سهرة طويلة روح كل واحد على بيت. ادم بهدوء: عدي صدمني النهاردة، وانا حقيقي ما صدقتش اللي سمعته النهاردة. بصراحة ما كنتش عارفة اقول لدينا ايه. البنت كانت قاتلة نفسها من العياط، واحد يقول لي قمر والتاني يقول لي لبس. شكلك كنت شاي وانت صغير يا روح. ممكن. حضنته أحلام جامد وقالت بتنهيدة: لسه مشوارنا طويل قوي معاه، طول ما انت معايا انا هقدر على اي حاجة وهتكون ايامي كلها فرح وحب، يعني مش هيجي يوم ويقل حبك ليا، ساعتها هكون مت يا روح، وربنا يجعل يومي قبل يوم. ما تقولش كده، مش هقدر اعيش من غيرك. اللي بيحبك مش هيدي نفسه فرصة يفكر فيك غير انك تكوني مراته وحبيبته ودنيته كلها. مش هيقولك اصاحبك ونتعرف على بعض، هيدخل من باب البيت قبل ما يعرف اسمك ايه. هيحب كل اللي بينكوا يكون قدام ربنا والناس علشان ربنا يبارك له في اللي بينكوا. الطريق الصح دايما بدايته صح وترضي ربنا.